nasıl birey olunur, nasıl insan olunur, nasıl aile olunur, onun dersini vermek. Bir toplum aileye, sen ey başıcı doğanın baba, siz ey şehit onları bekliyor. Yüzünden bizi bütün cihana ihya ediyorsunuz. Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Bunların öğrencisidir. Kendisinin sözleriyle mücahidi biraz daha tanıtmak isterim. Kullandım. 25 Ocak 2025 tarihinde Aksa tufanı esir takası. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ishtara minel mu'minîne enfusahum ve emvâlahum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أبيات عقلنا قالوا أول شهيد يكون جبو أو أبروقا يبشكي من بريكة إيرو دروما غزة يبديت أو جوا بكرانا براسي أبيا منو سرد فكرة ديسا mücadele غزة أبيا نشانه مدى demek dünyaydı inik insan belki vakme edebiyata cihad edirken Özellikle geleneksel bir halden, gelenek haline getirdiğimiz, yani üstadımız, değerli hocamız, değerli abimiz, Şehit Ali Haydar Benci hocamızın şehadetinin yıl dönümünde özellikle Gazze Bakırısı konuşmak üzere böyle bir program tertip ettik. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشكوا براية الإصدار وقالت برمت صلاة وخير وبركاته قد تعالى جباني بلند سر هذا برجم. البراهي دستكوشي وريزي بو كمالا أيدر ودعوته همو كسو لا يكين وهازم الكافرين ومذلهم، والصلاة والسلام على الرسول القائد الشهيد المجاهد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الأماجد. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي البداية لا بد من شكر القائمين على هذا الاجتماع وعلى هذا الحفل. أشكركم على تشريفي بهذه الدعوة، وأسأل الله عز وجل أن يكون اجتماعنا القادم في باحات الأقصى محررا بإذن الله عز وجل. نقف في هذه الأثناء وفي هذا المكان لنشم عبق التاريخ. نحن في ضيافة الفاتح صلاح الدين الأيوبي، في ضيافة صلاح الدين الأيوبي ابن هذه المناطق، ابن هذه البلاد، وأنتم أحفاد صلاح الدين، ونقف مع أحفاد صلاح الدين. bizler Selahaddin Eyyubi'nin torunlarıyla beraberiz. والذين ساروا على درب صلاح الدين، ونقف لنكرم الشهداء الذين ساروا على طريق صلاح الدين من أحفاد صلاح الدين الأيوبي. Selahaddin Eyyubi'nin torunlarından olan şehitleri anmak için buradayız. وعلى رأسهم شهداء السفينة ما بمرمرة، وعلى رأسهم الشهيد علي حيدر. أيها الكرام، الكلمات في كل العالم تقال وتبقى كلمات إلا في فلسطين، إلا في غزة، لأننا نرويها بالدم فتدب فيها الحياة، فتكون كلماتنا كما قال الشهيد سيد قطب عرائس دمى لا حياة فيها حتى إذا رويناها بالدم دبت فيها الحياة. Mühim olan bu savaşı bizim kazanmamız değildir. Asıl mühim olan bizim
ümmete ve gelecek nesillere iyi bir ders vermemiz, onlarda cihat ruhunu diriltmemizdir. Ben şehit Şeyh Ahmet Yasin. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Allah'ım ümmeti suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim ne kalem tutuyor ne de silah. لقد كانت حادثة السفينة في عمق البحر ملحمة إنسانية عظيمة اختلطت بها دماء فلسطين بدماء تركيا، ودماء شهداء تركيا لم يطل غيابها عن ساحة فلسطين، ورجال تركيا لهم المواقف المشهودة منذ زمن طويل، ومنذ عهد السلطان عبد الحميد، ومنذ أن كانت فلسطين ضمن الحماية التركية التي كانت خلافة إسلامية حامية لديننا ولأرضنا ولمقدساتنا. إحياء هذه الذكرى مسألة في غاية الأهمية. إحياء ذكرى الشهيد بإذن الله تعالى علي حيدر وإخوانه الأبطال حقيقة الذين خاضوا عباب البحر وعقدوا النية في سويداء قلوبهم على تحدي هذا العدو المجرم النازي الذي يحاصر النساء والأطفال والشيوخ والمرضى في ذلك الوقت الذي ما كنا نجد قلما ليكتب فيه به ولد. جاء هؤلاء الأبطال ليكسروا هذا الحصار حيث لم نجد حفنة إسمنت لنحفر بها قبرا لميت، لم نجد جزءا من الدواء ولا أي نوع من الدواء لنعالج به مريضا. كل البقالات والدكاكين أصبحت فارغة من محتوياتها لأن العدو يمنع إدخال السلع بجميع أصنافها. جاءت سفينة مرمر كي تكسر هذا الحصار، والعدو فهم المعادلة أنهم هؤلاء الأبطال لو كسروا هذا الحصار فإن هذا سيكون عنوانا لكسر رأس هذا العدو، ولا بوارج تعطيهم المعلومات ولا جيش يسندهم ولا دولة تساعدهم. انطلقوا بإرادتهم بقوة إيمانهم بحبهم لفلسطين بانتمائهم للأقصى والقدس وغزة بحرصهم على إنقاذ الجوعى داخل غزة والمحرومين. انطلقوا بقوة وصلابة تحدوا هذا الجيش المجرم النازي فانتصروا عليه، انتصروا عليه فعلا لأنهم مرغوا أنف هذا العدو المجرم، مرغوا أنفه تحت أمواج البحر الأبيض المتوسط، وإن كانوا قد لقوا الله تعالى شهداء. في العالم على مدار التاريخ حتى الجيش النازي، هل سمعتم أن جنوده يقول أحدهم أنا حزين لأنني قتلت طفلا عمره 10 سنوات، وأنا حزين لأنني كنت أتمنى أن أقتل طفلا رضيعا عمره لا يزيد على سنة. فهو حزين لأنه يريد أن يظهر إجراما أشد من إجرام النازيين. فيه جندي يقول أنا أقتل، أرى شابا يمر أو امرأة أو طفل فأقتله، ثم أدخن سيجارة أستريح، ثم أشعر بالملل فأقتل، فإذا شعرت بالملل لا يزيل عني الملل إلا أن أقتل. هل رأيتم جيشا
على هذا النحو من الإجرام والخسة والندالة وكراهية الإنسان مثل هذا الجيش الصهيوني النازي الذي جاءنا هناك في قلب أمتنا الإسلامية. ماذا يقول حاخاماتهم؟ اسمعوا ماذا يقول حاخاماتهم لهذا الجيش المجرم النازي. يقول الحاخامات: اقتلوا الفلسطينيين، اقتلوا نساءهم وأطفالهم، اهدموا بيوتهم على رؤوسهم، اقتلوا حيواناتهم، دمروا مساجدهم، انزعوا فكرة الله من قلوبهم. هكذا يقول علماء الدين إن كان عندهم دين، علماء التوراة والتلمود هكذا يقولون. إذن هؤلاء ليسوا من البشر، بل هؤلاء أعداء الإنسانية. إشهار المحتوى الفلسطيني وما يفعله الاحتلال داخل فلسطين في غزة وفي القدس وفي الضفة الغربية وفي الداخل المحتل، إظهار المحتوى الفلسطيني وإفحام ومغالبة المحتوى الصهيوني، شراكة كذلك في هزيمة هذا المحتل عبر المنصات. Çizgilerle